جاءتنا رسائل من اليمن، رسالة من أبو العريس أرسلها بمقطع فيديو وهو يبكي فرحا على عروس هذا ابنه الفاضل، وألما في نفس الوقت أنه لم يستطع أن يكون معنا في هذه الفرحة، لكننا أخبرنا والد الأخ عبد الله وهو الأستاذ الفاضل ناجي عبد القادر الصلاحي، وقلنا له هناك آباء كثير لعبد الله، وهناك إخوة فاضلون وأعزاء من كل مكان. أبو العريس نقل لكم رسالة يشكركم من أعماق قلبه على تفاعلكم، على أنكم قطعتم آلاف الكيلومترات حتى وصلتم إلى القصيم. ينقل تحية خاصة لأبو العروسة الوالد الفاضل أحمد مهيوب قائد، الرجل الكريم السخي المعطاء، صاحب هذه البصمة المنحوتة على الصخور الذي نتشرف به ونفتخر به. وقد جمع الله تعالى بين ابنته وعريسنا مصداقا لقول الله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالله تعالى يجمع في السماء قبل أن يجمع في الأرض، والعرس نعمة جزيلة من نعم الله علينا، من أعظم النعم الزواج. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا قال مودة ورحمة؟ لأن المودة هي الحب العاطفي الجياش الذي تتشكل في مراحل الزواج الأولى مع مرحلة الخطوبة ومرحلة العقد والأشهر الأولى. المودة الحب العاطفي الجياش الذي يستمر ما شاء الله له أن يشاء، ثم تأتي مرحلة أخرى أعمق اسمها الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة في المراحل الأولى، ثم رحمة. فالرجل يظل يحب زوجته بدافع عاطفي جياش، ثم حينما يكبر ويأتي له الذرية الصالحة والأولاد يصبح رحيم على زوجها وعلى أولاده، ولذلك العلاقة الزوجية تستمر. من معاني السعادة يا إخواني الكرام الزواج أحد البوابات الرئيسية للسعادة والاستقرار النفسي. والزواج في المجتمعات الإسلامية يختلف تماما عن الزيجات والزواجات في البلدان الغربية الغير إسلامية، لأن الزواج في البلاد الإسلامية من رجل بامرأة بعقد شرعي بينهما أخلاق وقيم وعشرة صحيحة سليمة، بنية تحتية نظيفة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم. فلذلك العلاقات الإسلامية، العلاقات الزوجية في البلدان الإسلامية علاقات نظيفة طاهرة عفيفة قائمة على أسس سليمة وصحيحة، فتستمر الأسر وتبنى الأجيال ويصبح الأبناء وتبنى الأمة. والأسرة إخواني الكرام هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع. إذن من عوامل السعادة الزواج الإسلامي الصحيح. وكذلك من عوامل السعادة أن تبنى هذه الأسرة، العامل رقم 2، أن تبنى هذه الأسرة على الأخلاق والقيم، أن تبنى على الأخلاق والقيم، وأن يكون تفاهم بين الرجل وزوجته. فإذا أراد العريس أن يسعد بزوجته عليه أن يتعرف عليها بعمق، يعرف ثقافتها وقناعتها ومعتقداتها ومفاهيمها وقيمها وطبائعها وميولها ورغباتها. كذلك على الزوجة أن تفهم طبيعة الزوج ونمطه وشخصيته وقيمه وميوله ورغباته. فهنا يأتي التقارب، لأن الزوج عاش في بيئة مختلفة والزوجة عاش في بيئة مختلفة، لكن مع تقارب القيم والعادات والطبائع وفهم البعض تعيش الأسرة سوية سعيدة مطمئنة راضية. هذا العامل رقم 2. العامل الثالث من عوامل السعادة القيم الإسلامية الفاضلة والتدين والاستقامة، لأن السعادة لا تتحقق إلا بذكر الله وبالقرب منه سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالأسرة المتدينة المحافظة على الصلوات وعلى الفرائض وعلى القيم ستعيش سعيدة. ولذلك قال الشاعر وهو يعيش حقيقة السعادة: رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك،
وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك. أنا كنت يا ربي أسير غشاوة رانت على قلبي فظل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. مالي ومال الأغنياء وأنت يا ربي الغني ولا يحد غناك. مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. مالي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني عويت بكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليشكرني إذن أسرة صالحة، زوجة طيبة وعريس محترم جمع الله بينهما وألف بين قلوبهم. حفل كريم، ناس أتونا من كل مكان بحب صادق. عشنا مع الفنان القدير أجواء يمنية، نقلنا إلى اليمن بقدراته وإبداعه. ذكرنا بالفنان القدير أيوب طارش عبسي الذي قدم للوطن ما لم يقدمه السياسيين ولا غيرهم. دعا إلى السعادة وأسعد الأسر بكلماته الرنانة الجميلة. أناشيده كلها وطنية. خدم الوطن وعاش عظيما أيوب طارش، وسيموت عظيما وسيحشر في زمرة العظماء. فنشكر لفنان القدير ولفرقته الرائعة المبدعة على ما قدم من أغاني رائعة وقيمة بهدف إسعاد هذا العرس. نشكر لكم جميعا حضوركم. نشكر لكل أستاذ وعامل وموظف وإداري وتاجر ومستثمر حضور هذا العرس. وختاما نبارك لعريسنا مرة أخرى. ننقل لكم أيضا تهاني أسرته من اليمن، والده الفاضل وأخوه الدكتور صلاح الصلاحي، وكذلك ضرار وعمه الأستاذ عبد الله عبد القايد، وجميع أبناء قريته بل المديرية كلها يحتفلون بهذا العرس. لكم منا خالص الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله.